قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 10 سنوات لكل من محمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمد محمود علي زناتي وعبد العظيم إبراهيم في قضية احتجاز وتعذيب رجلي شرطة برابع العلوية. كما تضمن الحكم معاقبة البلتاجي وحجازي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات أخرى بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون. حكمت المحكمة حضوريا في الدعوة الجنائية أولا بمعاقبة كل من المتهمين محمد محمود علي زناتي وعبد العظيم إبراهيم محمد عطية ومحمد إبراهيم البلتاجي وصفوة حمودة حجازي رمضان السجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليه بشأن القبض على المجني عليهما واحتجازهما والتعدي عليهما. ثانيا بمعاقبة كل من المتهمين محمد إبراهيم البلتاجي وصفوة حمودة حجازي رمضان بالسجن لمدة 10 سنوات عما أسند إليه في تهمة إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون. ثالثا بمعاقبة كل من المتهمين محمد محمود علي زناتي وعبد العظيم إبراهيم عطية بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليه بشأن مشاركته في الجماعة. رابعا إلزام جميع المتهمين المصروفات الجنائية. خامسا ببراءة المتهمين لباقي الاتهامات التي نسبت إليها. وفي الدعوة المدنية إلزام المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 100,001 على سبيل التعويض المدني المؤقت والزمتهم مصروفات الدعوة المدنية ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. رفعت الجلسة.